السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكسوتيك. معاكم شادو، والنهارده هنلعب 7 ديدلي سينز. طيب النهارده هنلعب ب السينز تيم باسكانور في البي في بي. وهنشوف كده هنعمل يعني شويه حركات كده، نحط ميرلين باك لاين ونحط ايفيت فود، نحاول نبدا سكند كده، يعني هنشوف هنعمل ايه. فمن غير ما اطول عليكم نخش في الانترو وارجع لكم تاني على طول. ورجعت لكم بعد الانترو. طيب يا جماعه، زي ما انتم شايفين هو ده التيم اللي احنا هنلعب بيه. عباره عن سينس تيم عادي خالص. اسكانور عشان طبعا ده الشوكيز بتاعه عشان هو جامد فشخ. آه بان عشان انا معيش هنا ارثر. لو معاكم ارثر ممكن سوري مش ارثر، جوسر. لو معاكم جوسر اللي هو الجديد ممكن تحطوه، انا معيش زي ما انتم شايفين كده فمش هحط بان. وميلي طبعا حط عليه حط عليه تارمير لينك وميرلين باكلاين عشان الهولي ريليك بتاعها مش اكتر ولا اقل. وهي كمان شخصيه كويسه جدا في السبورت بسبب الهولي ريليك اللي بكلمكم عليه، عشان بيعمل ديكريز للأول دامج تيكن باي 35%. طيب من غير رغي كتير نخش في اول ماتش على طول. ودخلنا اول ماتش زي ما انتم شايفين كده. حاطين ميرلين باكلاين، ميلي، بان، واسكانور. شوف بقى هيحصل ايه. احنا هنتارجت اسكانور الاول عادي خالص. هنقوم ضاربين سنجل تارجت اي وي اي وي. نبدأ ايه، نحط السيدز بتاعت ميلي. دامج مش وحش ابدا والله. مش عارف الناس اللي بتقول عايز الدامج يعلى، لا الدامج المفروض ما يعلاش، الدامج المفروض تمام كده. الاي وي بتاعت اسكانور عملت 171، الاي وي بتاعت ميلي هتعمل كام؟ 140. اقل من اي وي اسكانور يا جماعة. انا مش فاهم كنتوا يعني بتفكروا ازاي، بس ماشي. في ناس شغاله تقول لا اسكانور ضعيف، لا اسكانور مش ورثت، لا اسكانور مش عارف ايه، لا اسكانور قوي وورثت. انت بس عشان في الشخصيات اليومين دول السي سي بتاعها عالي والريزيستنس بتاعتها عاليه والكريت ريزيستنس بتاعها عاليه والاتش بي بتاعها عالي، فانت حاسس ان هو بيضرب قليل، ان هو ما بيضربش قليل ولا حاجه. فهمت؟ ماشي. اعتقد احنا تمام. هو مش هيضرب ضربه كمان. احنا تمام. اسكانور فضل عايش. طيب هنخلص على ارثر بما اننا هنا. احنا هنعمل كده، او ممكن نعمل العكس. نعمل كده، نضرب بتاعة بان الأول وبعد كده بتاعة سكانور وبعد كده نقوم ضاربين. مش عارف، ماشي سنجل تارجت ليفل 2 بتاعة ميلي. خلص على أرثر عشان هيقرفنا. احنا هنخلص على أرثر بالسنجل تارجت دي، والسنجل تارجت التانية يا رب تروح على اسكانور أو على بان، مش مشكلة أي حاجة. قشطة على بان قشطة. السينس تيم يا جماعة لما يبدأ الأول قوي جدا قوي جدا، وبالذات لما يبقى معاك أرثر تحطه مكان بان. لا يعني هيبقى فظيع معاك فول يو ار تيم والسي سي بتاعهم عالي وحاجه قويه. دمار. يا رب بس يعني يا رب ما يوانش التنيش بس. يح. يا رب ما يوانش التنيش. روكسي نزلت في السكند هيت في الكريتاية خسارة والله. ماشي. ادي ميرلين نزلت، يا اهلا وسهلا. نضرب دي دي. اعتقد كده باي باي اسكانور. صح كده. اكيد بقى باي باي اسكانور. صح. فرح فرحني. باي باي اسكانور. على فكرة بان لسه الدمج بتاعه عالي قوي. انا مش عارف انتوا ليه الناس مستحقرة بان يعني وشغالة بتقول لك جسر او بي احسن منه بكتير وبتاع. لا مش احسن منه ولا حاجة. عادي يعني بان قوي وبيتلعب بيه وبتاع. يعني هو بس محتاج يعني شوية تجهيز، يعني محتاج يضرب السنايب كارد بتاعته وبعد كده يقوم ضارب البليدز كارد، فعلى يعني مش محتاج تجهيز شوية، بس هو قوي جدا على فكرة. والاتش بي بوست اللي بيديه للتيم يعني قوي ومش وحش. 246 سي سي. 246 الف سي سي. يعني الكابتن اكيد ما سابش كاستم في الجيم ما اشتراهوش. لعيبه كابتن. اكيد دي فلوس ماما حاجه. اكيد امك اللي جايبها لك. يا رب بقى يغلط شويه غلطات كده.
بس مش عارف هو حاطط ميرلين ليه فرونت لاين، مستغرب اوي. ماشي، هنتارجت ميلي عشان هيجيله الرانك اب. هنعمل ايه؟ هنعمل السنايب و اي وي سنجل تارجت اسكانر. ده اعلى دامج ممكن اعمله دلوقتي. يمكن يموت، ممكن حظنا يلعب ويموت. والله ممكن، والله ممكن، مش بعيدة. والله ممكن. لا لا لا، مش ممكن، بعيدة، بعيدة أوي. خسارة. بس 246 ألف سي سي ده، انتوا في العادي مش هتقابلوا 246 ألف سي سي يا جدعان، عشان تبقوا عارفين بس. اعتقد هو برضه في الباك لاين حاطط برضه اتش بي بوستر، فهيبقى الموضوع رخم برضه تقريبا يعني. هنشوف لما خلاص الجيم ده، هنشوف هو حاطط مين باك لاين. يح. نزل له 2 سنجل طيب، واحدة ليفل 2 واحدة ليفل 1. نايس نايس، ميلي ما ماتش. نايس والله. اضرب ليفل 3 يوي، شوف كده يمكن، ولا ايه؟ اعتقد كده ليفل 3 يوي هتبقى هي احسن اختيار. المفروض تون شوت بقى يا اسكانور. اسكانور مش مشكلة، انا رجعت فول هيلث. في بان نزل لي، هيعمل لي دي باف، هيجي لي رانك اب تانية، هقوم ضارب ليفل 3 كده. اول بقى نخلص على اسكانور ده قبل ما. اكيد كل الورق ده نزل له اسكانور صح؟ كل ده ورق اسكانور يا جدعان اكيد، مش محتاج اسال يعني. ايه ده؟ اشمعنى ضرب ميرلين يعني؟ عشان يخلص من الدمج ريدكشن. عشان يخلص من الدمج ريدكشن. اسكانور يقول لك اسكانور دامج ومش قد كده. طيب الماتش اللي بعده عملنا اوت سي سي. احب اعرفكم يا جدعان ان مش كلكم برضه هيبقى معاكم السي سي بتاعي. انا الاكونت بتاعي بقاله بتاع، يعني داخل في 5 سنين اهو او 6 سنين. لا يعني داخل في 5 سنين اهو. وبعدين انا ما كنتش، يعني ما كنتش بلعب منتظم، قعدت فتره ما كنتش منتظم في اللعب، كنت عادي يعني كاجوال بلاير عادي، بخش مره ومره لا. فانما بعد فتره بدات اهتم باللعبه، وبدات يعني انا دخلت يا جدعان كان ال الانيفرساري بتاع اسكانور لايت اسكانور، كان يعني اخر يوم اخر يومين كده في الوقت ده. فانا داخل بقالي حبه، فانتوا مش الناس اللي داخله اللعبه جديد هيبقى نفس السي سي بتاعي، ولا هيبقى نفس التيم بتاعي، ولا هيبقى نفس الحاجه اللي معايا. خلاص عشان تبقوا فاهمين بس. زي ما قلت لكم انا عملت ترو اويكن لاسكانور، وانا عامل ترو اويكن لميلي، وميرلين برضه الفلوب اللي انا عاملها ترو اويكن عشان تبقوا عارفين. فكل ده 1000 سي سي زياده، 1000 سي سي زياده، 1000 سي سي زياده كده فهمتني؟ انا مش عارف ضربت السنايب كارت ليه، انا كنت المفروض اكمل بقى ضرب عادي. ماشي ماشي. ممكن نعمل ايه كده كده كده، عشان ايه؟ يضرب ليفل 3 اي وي راح كده، هيضرب ليفل 2 هنا عادي، وهيقوم رانك اب عشان ضربت ال3 سيدز، هيضرب ليفل 3 اي وي. صح؟ لا، عشان مش حاطط عليها دي باف. عشان معليش دي باف. قشطة قشطة، مين اللي هيجيله رانك اب دلوقتي حالا اهو؟ الله اكبر. 2 ليفل 3 حاجة، 2 ليفل 3 و2 ليفل 2. ده يعني الجيم خسران ايه؟ عشان انا مركزتش في الاول. ليفل 3 ايه؟ جي. هو ايه الجيم اللي بعده على طول؟ يلا بينا. مم. ده سينز تيم، احنا عملنا اوت سي سي. مش عارف ده واخد ايه، ما واخد ايه اسمه ايه، واخد معهوش اسكانور. غريب الموضوع ده. كده 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 نبدأ نجهز الميلي رانك اب، ونعمل اعلى دامج ممكن باسكانور، وجماله اسكانور. ديلر.
اديله ما تقتلوش، اديله ما ترحموش. اما الرانك اب على طول، ضرب ميلي وبان. اوكي اخلص من بان. ايوه ليفل 3 صح. بس مش مشكلة، انا كده كده بيتعمل اسكانور بقى، بيجيله الاتاك ريت ستاتس من الباسات بتاعته. خلص بقى. ماشي نضرب يوي. عارف يوي سنجل ضرب. ماشي. أسوأ حاجة في السينز تيم ان هو برضه محتاج تجهيز جامد اوي، يعني ميلي محتاج تجهيز برضه، معرفش يعني عذاب موضوع الكرييشن الاول كرييشن ده عشان تجيبه عذاب يعني، حتى لو هتبدأ التاني برضه عذاب. فالموضوع رخم اوي، ولازم يتعمل لك دي باف. افرض نزل قدامك تيم ما بيعملش دي باف يعني، نزل قدامك تيم سينس في اسكانور وميلي وارثر مثلا، مش ارثر سوري قصدي جوسر، هيعمل رانك اب منين؟ هيجيله دي باف منين يعمل رانك اب مثلا؟ عشان كده انا مش شايف ان الهيومنز تيم هو اللي هيسيطر بالنسبه لي انا، عشان انا معيش جوسر. انما اي حد معاه جوسر اعتقد طبعا السينس تيم هو اللي هيسيطر جامد. بص ما قتلوش، ما اعرفش ما قتلوش ازاي، ما تسالنيش. ليفل 3 سنجل تارجت بالاور كريشن ما قتلتوش، عامله مش عارف كام دامج، وبص سكانور عامل كام دامج. اظن انا مش هتكلم في الموضوع ده اكتر من كده. ما اعرفش ميلي ماله، يعني ميلي فول كاستم فول ويبنز فول هيد جيرز عشان تبقى فاهمين بس. اعلى سي سي عندي في الاكونت ميلي، تبقى فاهمين بس. بص الدمج اللي بيعمله عامل ازاي، أنا مش عايز اوضح. مثلا 160 الف اي وي على 2 بالاول كرييشن ليفل 2. بس وقلت خلصنا الماتش ايزي. اللي بعد الماتش اللي بعد عمل لنا اوت سي سي. واو، هو ده يا جدعان السينز تيم اللي بقول لكم عليه، هو ده. وتقريبا نزل له ليفل 3 سنجل تارجت، فهي عايز يرانك اب، لانه في العادي بيبدأ كارد عادي اهو زي ما شفت ليفل 3 سنجل تارجت. في العادي بيبدأ بيحذف الكارت بتاع جوسر اللي هو الديبليت، وبعد كده اي ميلي كارد، وبعد كده اي اسكانور كارد في العادي يعني. نحاول نخلص من اسكانور. والله ممكن لو الاي او عملت شغل. ايوه بقى ايوه بقى ايوه بقى، يقول لك اسكانور الاي او بتاعته تعبانه. يا عم شغاله اهي كويسه، روضه الحمد لله، روضه اهي. انتوا بس اللي طمعانين، عايزين الليفل 1 اي او اسكانور تبقى زي الليفل 3 بالترو دامج بتاع ميلي. مش عارف، شخصيه جميله يا جدعان اهي. واجمل حاجه انها طلعت لي بدري قبل البيتي، بس انا كده كده رايح البيتي يعني، بس يعني الحمد لله انها طلعت لي قبل البيتي. اسكانور اديله، لسه عايش الراجل بيعافر اهو. اضرب يا ابني اضرب يا ابني. وانزل لنا الت بان، هو مش هيعيش يعني بس نزلت لنا. يلا بقى اسكانور كيل.
دين يقول لك اسكانور مش جامد 146,000. والديس دامج اصلا قويه جدا. انا مش عارف انتوا ازاي بتتكلموا في الموضوع ده اصلا. ديس دامج قويه جدا. لسه بقول قويه جدا. ثبت الوقت 1 اتش بي. مشكله. ينزل لنا التين اهو. هل هيضيع انهي الت فيها؟ نعمل رانك اب. واو قشطه. عمل سرندر. الماتش اللي بعده هيبقى اخر ماتش اعتقد. هو كده هيعمل اوت سي سي عشان انا مش لابس البتاع. ياه 228 يعني 226 228. ماشي يا عم. بتجيبوا السي سي ده منين يا كفار؟ كفار. هنشوف بقى هيضرب ايه. واحدة اسكانور واحدة ميلي. ها ما ضربش واحدة ارثر. ايه ده مش هيعمل رانك اب معقول؟ طيب طيب. لا متقدرش اسكانور الشوكيس. مش هيموت مش هيموت مش هيموت. يس. اسكانور تو ذا كلاتش. ايه ده؟ الله اكبر. الله اكبر. شوفوا يا جماعة الاربعة اللي مالوا مرة واحدة دول. ده تأثيرات شادو. الحظ بيلعب. يلا يا ابني اديله السنايب كارد. اديله سنجل تارجت اسكانور. اديله احرقه. دمدمه. فشفش عظمه. عاش يا ابني. اديله. احلى ايه في الدنيا. اضرب. اضرب ما تعتقوش. اضرب ما تعتقوش. اضرب ما تعتقوش. مين اللي هيجيله الرانك اب الترن بتاعي؟ هقوم ضارب الاي وي الت. لو فضل لا ما اعتقدش الالت هيفضل معايا. هيضرب على اي وي وسنجل تارجت سنجل تارجت. هيضرب ده الالت صح؟ ايه ده اتعمل 2 رانك اب. ده هيضرب ليفل 3 سنجل تارجت ده ولا ايه؟ شكله كده هيضرب ليفل 3 سنجل. اي 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 اي. يا ابن ربنا يسامحك. انا مش مسامحك. قلبي وربي غضبانين عليك. وجاله الت. خرب بيوتكم. عارف اعمل ايه كده. كده كده. ده اعلى دامج ممكن نعمله. حلوة النوك ريتات دامج. يلا قول كريشن اديني. يس. يس. يقول لك ميلي ما بيقولش حاجة. ميلي تمام يعني بس زدت شوية. طبعا يا جدعان بعد وقت طويل فضلت انا وجوسر بنلعب فهضرب الت هخلص الماتش الحمد لله. ماتش طويل قوي من غير اي سبب ومن غير اي لازمه. مع انه بادئ الاول بس انا كسبت. عشان انا لعيب. انا صح. انا صح. طيب يا جماعه عشان الفيديو كده طول مننا. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعمل لايك وشير سبسكرايب وتسيبوا رايك تحت في الكومنتس لو عايزين نجرب اسكانور مع اي حد تاني من تيمات في دماغي في يعني في دماغكم. وبس. سلام.